السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن الجداول في الوورد، ازاي اعمل جدول وازاي انسقه في الوورد. اول حاجه لازم تخلي بالك منها اتجاه الكتابه صح ولا غلط. لو انت بتكتب في ورقه بالانجلش لازم يبقى اتجاه الكتابه ناحيه الشمال، واتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا سواء في الفيديوهات او في المحاضرات. طيب انا دلوقتي بكتب ورقه بالعربي والجدول اللي هعمله بالعربي، فهعمل ايه؟ ينفع دلوقتي اعمل الجدول؟ لا طبعا ما ينفعش، اتجاه الكتابه كده مش صح. طب اعدل اتجاه الكتابه ازاي؟ او اجيب مؤشر الكتابه ناحيه اليمين ازاي؟ هتروح قائمة هوم، هتلاقي فيه هنا ادوات التكست دايركشن، سواء من اليمين رايت تو ليفت ولا من الشمال ليفت تو رايت. لو انت ما بتحبش تمسك الماوس وعايز تشتغل بالكيبورد، دوس على كنترول وشيفت يمين هتلاقي مؤشر الكتابة بقى يمين، دوس على كنترول وشيفت شمال هتلاقي مؤشر الكتابة ناحية الشمال. طيب انا هجيب مؤشر الكتابة ناحية اليمين، وبعدين انا عايز ابدأ ارسم الجدول. خلي بالك لو رسمت الجدول واتجاه الكتابة ما كانش صح هتلاقي كل حاجة اتشقلبت في الجدول بعد كده. لو انت بتكتب مثلا من اليمين للشمال هتلاقيه من الشمال لليمين، والدنيا مش تبقى متظبطة خالص. طيب خلاص انا اتأكدت اني اتجاه الكتابة عندي يمين، ازاي بقى اضيف جدول في الوورد؟ هتروح قائمة انسرت وهتلاقي فيه اداة اسمها تيبل. انت عندك اختيارين في الاداة دي، يا اما ترسم الجدول بايديك، تمشي كده وترسم الجدول بايدك، يا اما تقول له انسرت تيبل. تعالوا نجرب الموضوع بالطريقه دي وبالطريقه دي. الاول انت عايز ترسم الجدول كام عمود وكام صف. انت لو رسمت الجدول هيبقى مطلوب منك تعرف كام عمود وكام صف. انا مثلا عايزه ارسم الجدول 3 عواميد و3 صفوف زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هدوس كليك شمال هيترسم الجدول معايا. خلينا نعمله بالطريقه الثانيه، هعمل كنترول زد وبعدين هرسمه بالطريقه الثانيه من قائمه انسرت تيبل. بس في الحالة دي بقى انا هدخل انسرت تيبل وهكتب انا نمبر اوف كولم ونمبر اوف رو، يعني انت عايز كام عمود وعايز كام صف. انا عايزة 3 عواميد و3 صفوف، وبعدين هقول اوكي، برضو هيترسم الجدول. اول ما بترسم الجدول بيبقى الجدول شوية عواميد وشوية صفوف، وما بين تقاطع العمود مع الصف او ناتج العمود مع الصف بيعمل حاجة اسمها خلية او سلم. كل خلية من دول انت ممكن تروح تقف عليها بالماوس كده، او ممكن تتنقل ما بين الخلايا بزرار التاب. تاب بيوديك خلية لقدام، تاب بيوديك خلية لقدام، شيفت وتاب بيرجعك خلية لورا، شيفت وتاب بيرجعك خلية لورا، او اسهم الاتجاهات برضو بتخليك تتنقل ما بين الجدول، اسهم الاتجاهات. او بالماوس روح انت دوس او كليك في الخلية اللي انت عايز تكتب فيها هتلاقيك بتقف او مؤشر الكتابة بينور ويطفي، يبقى انت كده جاهز ان انت تكتب في الخلية دي. طيب في عندنا اول ما رسمنا الجدول في عندنا شكلين كده ظهروا، الشكل اللي هي علامة الزائد دي والشكل المربع ده. طيب الاداة دي بتعمل ايه والاداة دي بتعمل ايه؟ الاداة دي بتعمل حاجتين، اللي هي علامة الزائد دي بتعمل حاجتين. الحاجة الاولانية بتحدد الجدول، انت لو عملت كليك واحدة شمال عليها هتلاقي الجدول كله اتحدد. طيب كويس، هو مهم؟ ايوه طبعا مهم. اتفقنا ان كل حاجة في الوورد علشان تعمل تنسيقات عليها او علشان تظبطها لازم تعرف انت بتحددها ازاي، لازم تحدد علشان تقدر تنسق. طيب انا عرفت احدد الجدول. طيب الاداة دي بتعمل ايه تاني؟ لو مسكت الاداة دي، لو مسكت او دوست عليها كليك شمال وسحبت هتلاقيها بتحرك الجدول. انت ممكن تحرك الجدول. يبقى الاداة دي بتعمل حاجتين، بتحدد الجدول وبتحرك الجدول. طيب الاداة دي بتعمل ايه؟ الاداة دي لو انت وقفت عليها كده لغاية ما الماوس سهم بقى سهم براسين، ضغطت كليك شمال وسحبت هتلاقي الجدول بيكبر ويصغر معاك. بصوا انا اصغر الجدول شوية، لا انا عايزة اكبره شوية، وهكذا. طيب يبقى عرفت الاداة دي بتعمل ايه والاداة دي بتعمل ايه. طب لو سمحت دلوقتي الجدول جاي لي على الشمال، هو انا ينفع اتعامل مع الجدول زي الكلام؟ ممكن اعمل محاذاة للجدول بالنسبة للورقة؟ ايوه طبعا ممكن. كنا بنعمل لو احنا كاتبين كلمة كنا عايزين نجيبها في النص ازاي؟ كنا بنحدد الكلمة صح، وبعدين نروح قائمة هوم نشوف المحاذاة نخليها وسط، صح كده؟ نفس الفكرة في الجدول بالظبط.
اتعامل مع الجدول بالمحاذاة زي الكلام بالظبط. انت عايز الجدول يمين الصفحة ولا عايزه في الشمال ولا عايزه في النص، زي ما انت عايز. طيب ثواني، طب والكلام اللي جواه؟ لا استنى شوية، الكلام اللي جواه دي حاجة تانية. لو انا واقف في اخر خلية في الجدول ودوست على زرار التاب، هينزل بيا صف جديد، يعني هيضيف صف جديد في الجدول تاني. هدوس تاب لغاية ما اروح اخر خلية، وبعدين هدوس تاب تاني هينزل صف جديد. يعني تاب بتخليني اتنقل ما بين الخلايا في الجدول، ولو انا واقف في اخر خلية في الجدول بيضيف لي صف جديد. طب حلو الكلام، انا عايز اكتب بقى في الجدول، ينفع؟ ينفع. روح اقف في الخلية اللي انت عايز تكتب فيها وبعدين تكتب يناير مثلا، بعدين هدوس تاب فبراير، وبعدين هدوس تاب مارس. تمام كده. انا عايز كمان هدوس تاب مرة تانية واكتب 1 2 3 مثلا كده. يبقى انا كده ضفت صفوف في الجدول وكمان ضفت كلام. طب انا عايزه بقى انسق الكلام اللي انا كتبته في الجدول ده، هينفع؟ ايوه طبعا ينفع. طب هنسقه ازاي؟ فاكرين التنسيق اساسا احنا كنا بننسق ازاي؟ بنحدد الكلمه اللي احنا عايزين ننسقها، وبعد كده من قائمه هوم هتلاقي الجزء بتاع التنسيق ده. طيب انت عايز تكبر الكلام شويه، كبره مثلا لغايه 14، وبعدين عايزه بولد او لا زي ما انت عايز. عايزه الون الكلام او لا انا عايزاه زي ما هو بالاسود. بس هنا في مشكله دلوقتي، ان الكلام جاي فوق الخليه، لازق في سقف الخليه كده ناحيه اليمين. طيب هو انا ينفع بقى اعمل محاذاه للكلام اللي جوه الجدول؟ ايوه ينفع. لو خدت بالك ان في عندي قائمه جديده ظهرت اسمها تيبل تولز، لو انا وقفت بعيد عن الجدول القائمه دي بتروح بتمشي. طيب هظهرها تاني ازاي؟ اقف في اي حته في الجدول. طيب خلينا نحدد الجدول كله، وبعدين هفتح قائمه لاي اوت الخاصه بالجدول. خلي بالكم في لاي اوت تانية خاصه بالوورد، لا احنا هنفتح اخر قائمه خالص اللي هي لاي اوت الخاصه بالجدول. طبعا اللي مش هيلاقي لاي اوت الخاصه بالجدول معنى كده ان هو واقف بعيد عن الجدول. طيب انا هروح احدد الجدول وهفتح لاي اوت الخاصه بالجدول. هتلاقي هنا في 9 محاذاه مش 3. يعني انت عايز الكلام يبقى فوق ناحيه اليمين، ولا فوق في النص، ولا فوق ناحيه الشمال، ولا في النص ناحيه اليمين، ولا في النص، ولا في النص ناحيه الشمال، ولا تحت خالص ناحيه الشمال؟ شوف انت عايز ايه. انا عايزه الكلام في نص الخليه، فانا بحدد النص، في النص كده اللي هي سنتر دي. خلاص انا كده عملت محاذاه للكلام اللي جوه الجدول. ممكن بعد اذنكم اصغر الجدول شويه كده. تمام، حلو جدا. يبقى انا عرفت اتنقل ما بين الجدول او خلايا الجدول ازاي، عرفت اعمل تنسيق للكلام اللي جوه الجدول ازاي، عرفت اعمل محاذاه للكلام اللي جوه الجدول ازاي. طيب الفكره بقى دلوقتي، ساعات بيطلب مني اني اعمل دمج لخليتين. ازاي اعمل دمج لخليتين؟ الاول لازم تحدد الخليتين اللي عايز تعمل لهم دمج. يعني انا عايزه الخليتين دول يبقوا خليه واحده. اعمل الكلام ده ازاي؟ اقف في وسط الخليه دي، دوس كليك شمال، اسحب كده، انت حددت الخليتين. روح قائمه لاي اوت الخاصه بالجدول، هتلاقي في حاجه اسمها ميرج سيل، دوس عليها، هتلاقي الخليتين بقوا خليه واحده. خلاص يبقى كده انا عرفت ازاي ادمج خليتين. طيب ساعات برضو بيطلب منك ان انت تقسم خليه، يعني الخليه دي تبقى مثلا عمودين وثلاث صفوف، او 3 اعمده وصفين، ايا يكن. ساعات بيطلب منك انك تقسم خليه. طيب هتقسم خليه ازاي؟ نفس الفكره بالظبط. اقف في الخليه، طبعا انت مش هتحدد اكتر من خليه، هي خليه واحده. اقف في الخليه دي، وبرضو من قائمه لاي اوت الخاصه بالجدول هتلاقي في حاجه اسمها سبليت سيلز، دوس عليها. هنا بيقولك انت عايز الخليه دي تقسمها ايه، واكنك بتقسمها جدول بقى. انت عايزها كام كولم، يعني كام عمود، وكام روز يعني كام صف. انا عايزاها مثلا 3 عواميد وصفين، وهقول اوكي. شوفوا ايه اللي هيحصل هنا. اول ما هقول اوكي هيتقسم عندي، او هتتقسم عندي الخليه فعلا ل3 عواميد، 1 2 3، وصفين 1 2. يبقى انا كده عرفت تقريبا كل حاجه في تقسيم او دمج للخلايا.
طيب ساعات برضو بيطلب مني اني اعمل اضيف عمود او اضيف صف او امسح عمود او امسح صف في الجدول. ازاي اعمل الكلام ده؟ الفكرة كلها بتقف في انك انت واقف فين. انت عايز تقف في العمود ده، انت عايز تمسح العمود ده ولا عايز تمسح الصف ده ولا عايز تعمل ايه؟ اقف في العمود او الصف اللي انت عايز تضيف او تمسح عنده. وبعدين في عندك برضو في قائمة لاي اوت هتلاقي فيه 4 انسرت: insert right, insert left, insert blue, insert above. insert right يعني هضيف لك عمود ناحية اليمين، وانسرت ليفت هضيف لك عمود ناحية الشمال. يمين ايه وشمال ايه؟ يمين ما انت واقف، يمين المؤشر اللي انت واقف فيه. يعني هنا لو ضفت انسرت رايت هيضيف لي عمود يمين ما انا واقف. طيب لو انا واقف هنا كده وقلت له انسرت ليفت هيضيف لي عمود شمال ما انا واقف. طيب هعمل هقف هنا طيب كده وهقول له بقى انسرت بلو. انسرت بلو يعني هيضيف لي صف تحت ما انا واقف، اهو ضاف لي صف جديد تحت ما انا واقف. طيب انسرت اباف، خليني اقف كده مثلا، انسرت اباف هيضيف لي صف فوق ما انا واقف، ضاف لي صف فوق ما انا واقف. طيب انا عايز امسح بقى، انا عايز امسح عمود او امسح صف. نفس الفكره، موضوع بسيط خالص. اقف في العمود او الصف اللي انت عايز تمسحه، وبعدين برضو من قائمه لاي اوت هتلاقي في حاجه اسمها ديليت. افتح السهم ده وشوف انت عايز تدلت ايه، كولم ولا رو. انت عايز تدلت عمود ولا صف؟ انا عايزه ادلت العمود اللي انا واقف فيه، اهو مسح العمود. طب عايزه ادلت الصف ده، طب عايزه ادلت الصفين دول، ينفع احدد كده وادلت الصفين؟ روح كده وقول له ديليت روز، مسح الصفين. طيب في حاجه جميله قوي، لو انت محدد صفين كده او سوري عمودين كده وقلت له انسرت رايت هيضيف لك عمودين برضو. لو انت محدد 3 هيضيف لك 3 على حسب ما انت محدد. يعني انت لو انت واقف كده يبقى هيضيف لك عمود واحد، انما لو انت عايز تضيف اكتر من عمود او اكتر من صف حدد اكتر من عمود. انت عايز تضيف عمودين او صفين، حدد صفين وقول له انسرت بلو هيضيف لك صفين. طيب خلينا نمسح كل اللي احنا مش عايزينه ده. انا هحدد كل دول كده. ازاي انا بحدد بالطريقه دي؟ اقف في وسط الخليه، ما تقفش بعيد كده، لا اقف في وسطها كده ودوس كليك شمال واسحب كده، انت بتحدد الخلايا دي. وهروح من ديليت واقول له ديليت كولمز، وبعدين هنا برضو همسح الكلام ده وهقول له ديليت كولمز. هنا كمان ده انا مش محتاجه ده وهقول له ديليت رو، وهنا كمان الصفين دول مش محتاجاهم وهقول له ديليت رو. طيب في حاجه مهمه احنا لسه ما قلناهاش، ازاي امسح الجدول كله او ازاي امسح الكلام اللي جوه الجدول. علشان تمسح الكلام اللي جوه الجدول حدد الجدول ودوس ديليت من لوحه المفاتيح. اول ما بتدوس ديليت بيمسح الكلام اللي جوه الجدول. طيب انا هعمل كنترول زد علشان ارجع الخطوه دي، وعايز امسح الجدول باللي فيه. علشان تمسح الجدول باللي فيه يا اما تدوس باك سبيس اللي هي الاستيكه اللي بتبقى فوق الانتر، باك سبيس كده انت مسحت الجدول كله باللي فيه. هعمل كنترول زد. الطريقه الثانيه علشان تمسح الجدول من قائمه لاي اوت، لو خدتوا بالكم اما فتحت الديليت هتلاقي هنا اسمه ديليت تيبل، لو دوست عليها هتمسح لك الجدول كله. هعمل كنترول زد تاني. طيب لو اتطلب منك ان انت تقسم الجدول ده يبقوا جدولين، كل جدول لوحده، هتعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا مش منطقي ان انت هتكتب الجدول من اول وجديد، وخصوصا لو الجدول ده كبير. وارد ان حد مثلا يجي يقول لك لا انا عايز الجزء ده او الصفين دول يبقوا جدول لوحدهم والصفين دول يبقوا جدول لوحدهم. هتعمل ايه في الحاله دي؟ اقف عند اول الجدول الجديد اللي انت عايزه. يعني انت عايز تقسم الجدول من اول هنا، اقف من اول هنا. وبعدين برضو روح قائمه لاي اوت، هتلاقي في حاجه اسمها سبليت تيبل بقى، مش سبليت سيلز. سبليت سيلز هي بتقسم خلايا، انما سبليت تيبل دي بتقسم الجدول. انا هدوس عليه هيقسم لك الجدول. طبعا الجدولين جم على بعض، ما تقلقش. روح امسك الجدول التاني ده واسحبه لتحت كده، هتلاقي بقى كل جدول لوحده. طبعا الطريقه دي اما بتعملها ما ينفعش تلزق الجدولين مع بعض تاني، فلو مش عايز الجدولين يتقسموا اعمل كنترول زد تاني على طول علشان تعرف تلزق الجدول يبقوا جدول واحد.
انما لو اتحطيت في موقف ان انت عايز تقسم الجدول، زي ما قلت لك اقف هنا كده من اول ما تبقى عايز الجدول ده يبقى جدول لوحده، وبعدين هتدوس على سبليت تيبل. الكلام ده كله من لاي اوت الخاصة بالجدول. طيب الجدول ده خلاص انا عملته وكتبت فيه وبعدين نسقته. ينفع بقى اسطر تسطيرة الجدول دي غير التسطيرة اللي قدامي دي؟ ينفع اغير تسطيرة الجدول؟ ايوه ينفع تغير تسطيرة الجدول. نروح قائمة تيبل ديزاين جنب لاي اوت على طول، تيبل ديزاين. هتلاقي هنا في بقى البوردرز اللي هو الجزء بتاع الحدود بتاعة الجدول. طبعا لازم في الاول تكون محدد الجدول. لو انت واقف بعيد كده اساسا التيبل ديزاين مش هتبقى موجودة. طيب انا هروح احدد الجدول وبعدين هفتح تيبل ديزاين. المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض امشي معايا واحدة واحدة. في الاول خالص انت هتحدد نوع او شكل الخط اللي انت عايز تسطر بيه الجدول. اوكي انا عايزه اسطر بالشكل ده. تمام. ايه ده؟ هو مفيش حاجه اتطبقت ليه؟ انا عارفه، خليك بس معايا واحده واحده. طيب انا نقيت شكل التسطيره. طيب السمك بتاع التسطيره دي هيبقى عايزه هيبقى سمكه ايه؟ 2.25 مثلا، ولا 3 ولا 4 ولا 6؟ انا عايزاه زي ما هو 3. خلاص اوكي 3. طب ده لسه مفيش حاجه اتطبقت، انا عارفه والله، خليك معايا بس. كمان ممكن تغير لون التسطيره، بدل ما يبقى بالاسود مثلا يبقى بالاحمر. خلاص تمام اوكي. يبقى انا اخترت شكل البرواز او شكل التسطيره بتاعت الجدول وسمك التسطيره ولون التسطير. طب اطبق الكلام اللي انا اخترته ده على ايه بقى؟ عارفين زي ما يكون بالظبط انت واقف او رايح السوبر ماركت ومعاك الباسكت وبتنقي الحاجات اللي انت بتشتريها، بعد كده بتروح تحاسب. احنا بقى هنروح نحاسب في حاجه اسمها بوردر. هتروح تفتح بوردرز دي وتشوف انت عايز تطبق الكلام اللي انت اخترته ده على ايه. انت عايزه على الجزء اللي تحت بس، ولا اللي فوق بس، ولا اليمين بس، ولا اول بوردر الجدول كله؟ طبعا في الطبيعي او الاوتسايد بس. في الطبيعي ان احنا بنسطر الجدول كله، فانا هقول له اول بوردر. لا والله مش عجباني التسطيره، ممكن اغيرها. ممكن، انا عايز مثلا لون التسطيره يبقى بالاسود. ايه ده؟ ما فيش حاجه اتغيرت. ايوه ما انت لسه ما حسبتش، خلي بالك انت معاك لسه الباسكت وبتجمع فيه اللي انت عايزه علشان تروح تحاسب بعد كده. طيب انا هرفع التسطيره شويه او هقلل سمك التسطيره شويه واخليها بالاسود. هروح بقى احاسب على الكاشير اهو. طب ينفع اعمل التسطيره اللي جوه بلون والتسطيره اللي بره بلون؟ طبعا ينفع. هروح اخلي لون التسطيره من جوه يبقى بالاحمر، وبعدين هقول له الانسايد بوردرز بس. فانا كده غيرت لون التسطيره اللي جوه. طيب انا كده سطرت الجدول. ينفع بقى الونه؟ ايوه ينفع. حدد الجزء اللي انت عايز تلونه او الخلايا اللي انت عايز تلونها. طبعا اتفقنا عشان تحدد اقف في وسط الخليه، دوس واسحب كده انت حددت الجزء اللي فوق ده. وبعدين في جنب البوردرز دي في حاجه اسمها شادنج. دوس على شادنج او افتح السهم وشوف اللون اللي انت عايز تلون بيه. انا مثلا عايزه الون باللون ده، دوس عليه. طيب انا كمان عايزه الون الجزء ده. ينفع؟ حدد كده وروح لونه لون تاني، مفيش مشكله. يبقى انا كده سطرت الجدول ولونت الجدول. طيب انت قلتي ان الشكل ده بيكبر ويصغر الجدول. طب انا عايزه اكبر واصغر عمود واحد بس، مش الجدول كله. يعني انا لما باجي بكبر الجدول انا مش عايزه اكبر الجدول كله، انا عايزه اكبر العمود ده بس او اصغر العمود ده بس. اقف عند الحد الفاصل ما بين العمود ده والعمود ده، عند الخط ده كده، لغايه ما الماوس يبقى سهم باتجاهين كده، وبعدين دوس كليك شمال واسحب. انت عايز تضيق ولا عايز توسع؟ شوف انت عايز ايه. ساعات مثلا ابقى انا محتاج هنا دي تبقى مسلسل مثلا، فالمسلسل ده اللي هو 1 2 3 الترقيم ده بيبقى الخانات بتاعته ضيقه. هنا مثلا الاسم بيبقى محتاجه واسع، هنا التاريخ بيبقى مش محتاجه واسع، وهكذا. نفس الفكره في الصفوف، علشان تضيق وتوسع صف اقف عند الحد الفاصل ما بين الصفين دول وبعدين دوس واسحب. يا اما بتضيق الصف يا اما بتوسع الصف. ممكن تغير الستايل بتاع الجدول بطريقة تانية. لو انت رحت تيبل ديزاين برضو هتلاقي جزء خاص بالتيبل ستايل. لو فتحت السهم ده هتلاقي ستايلات جاهزة كتير ممكن تختار ما بينها، بس الستايلات دي ساعات ما بتبقاش يعني لذيذة.
لما انت بتسطر الجدول بايديك بيبقى الموضوع احسن. ممكن تختار ستايل من كده يعني زي ده كده مثلا، وبعدين تروح تسطره بقى. انا هخليه مثلا باللون الاسود واروح اسطره لان التسطيره مش باينه، فاروح اقول له اول بوردر. فانا اخترت ستايل من هنا وبعدين سطرته من هنا. ممكن تختار ده مع ده، ممكن تدمج الستايل مع تسطيره الجدول. طبعا لو تاخد بالك اما غيرنا الستايل لون الكلام اتغير، واللي اوت كمان او المحاذاه بتاعه الكلام اللي جوه الجدول اتغير. عادي روح حدد الجدول تاني كده، وبعدين روح خلي اللي اوت خليها في النص في النص، انا عايزه الكلام كله في النص. وبعدين ممكن تروح قائمه هوم تاني تخلي لون الخط يبقى بالاسود كده. الدنيا باظت تاني، روح سطر الجدول تاني. عشان كده بقول لك الستايل ده بيبقى يعني مش لذيذ شويه، عايز بس شويه صبر منك علشان تظبط الجدول من اول وجديد. طبعا لو عملت الكلام ده مانيوال بايديك هيبقى اسهل بكتير. عندك الطريقه دي وعندك الطريقه دي، الطريقه اللي تريحك اشتغل بيها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.